السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا كاملين مزيانين وعلى خير وبخير. مرحبا بكم معايا في القناه ديالي اللي هي بستان الورود. اليوم ان شاء الله غنبارطاجي معكم واحد الوصفه ان شاء الله ديال اللحم ديال الرقبه او العنقره بالصفرجل، طاجين ديال الصفرجل. ان شاء الله انا غنبدا في الوصفه وتابعوا معايا الى الاخير، ما تدوزوا فيها حتى القطع، راه كلها مزيانه وخطوات تبارك الله حتى هما كيساعدوا باش الانسان باش يجي طويجين على حقو طريقو طاجين مغربي كما ينبغي. المهم غناخذوا هنايا ديك اللحم ديال الرقبه، عندي هنايا 3 طريفات، جات تقريبا شي كيلو الا ربع عندي هنايا ديال الرقبه. وعندي البصله البلديه، هاد الصغيره هادي البصله البلديه عندي واحد الكميه منها تتجي لذيذه في هاد الطبق هذا. تابعوا معايا الى الاخير ان شاء الله وغادي تجي ان شاء الله مزيانه. بسم الله على بركه الله. غنقطع البصيله ديالي على هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. كيف ما كتشوفوا من بعد ما قطعت البصيله ديالي هاد البلديه على هاد الشكل هذا، دابا غنحتاجو ان شاء الله واحد الربيطه لا باس بها من القزبر ومعدنوس، وعندي هنايا واحد 3 ديال الفصيصات ديال الثوم. بالنسبه ان شاء الله للتوابل غنحتاجو الملح، حسب الذوق. نحتاجو ان شاء الله الابزار، فلفل الاسود. كيف ما كتلاحظوا دائما في الوصفات ديالي صراحه انا كندير يعني عيني ميزانيه، يعني هكذا كتجي لذيذه الحمد لله. درت دابا سكينجبير، دابا غناخذ الخرقوم البلدي، واخيرا عندي القرفه. غناخذوا واحد نص كاس الا ربع ديال زيت الزيتون. اللي بغى يخلطها يعني زيت المائده مع زيت الزيتون، اولا اللي عنده زيت البلديه متوفره او زيت البيضاء او زيت الزيتون يعملها. وهذا بالنسبه للسفرجل، يعني بعد ما غسلته غنقطعوه على واحد الشكل، يعني كل وحده غنقطعها على 4، وغنزولوا ديك القلب ديالو. غادي نديرو يتسلق واحد المده على ما يدخل ليا فيه شويه طياب، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. كيف ما قلت لكم البنات، هو السفرجل ديالي قطعته على هذا الشكل هذا على 4، كل سفرجله قطعتها على 4، وانا ديجا راني عملته كيتسلق. المهم دابا غير باش نوريكم الطريقه. درت معاه الماء وعصرت عليه شويه الحامض باش ما يكحالش لينا، ودرتو يتسلق. ومن بعد غنكملو غادي نديرو في هذا من بعد ما يطيب ليا اللحم، حتى هو راه ديتو كيتقلى. من بعد يطيب ليا اللحم غنضيفو مباشره في الكوكوط ديالي، يعني بلا ما غندير له مثلا السكر وهذا نعسلو، لا دابا غنديرو بطريقه اخرى، يعني مباشره في الكوكوط. كاين الناس اللي عندهم السكر هذا ما كيبقاوش الناس كيقدروا على السكر بزاف. دابا غنديرو انا غير هاد الطريقه هذه، وتابعوني الى الاخير. وها انا رجعت معكم من جديد، يعني بعد ما تسلق ليا السفرجل كيف ما كتشوفوا. انا عملت واحد الرقعه نقيه وستفتو هنايا على ما يبرد ليا مزيان. هذا راني غادي نحتفظ به في المجمد، يعني راه حتى السفرجل ممكن انكم تحتفظوا به في المجمد. هانتوما كيف ما كتشوفوا يعني راه ما طايبش بزاف، يعني غير شويه، لان غادي يعاود يطيب مع في المريقه ديال اللحم. راه ممكن البنات انا راني كنحتفظ به في المجمد، ما كيوقع له حتى شي حاجه. كيف ما كتشوفوا بالحق خصو يبرد مزيان، وعاد نعملوه في البلاستيك ديال المجمد ونخليوه نحتفظوا به في اي وقت بغيناه، ممكن اننا نجبدوه ونستعملوه. وها هو الطبق ديالنا البنات بعد ما وجد. هو هذا. انا راه هذا السفرجل هذا ما عسلتوش كما قلت لكم، راني درتو مباشره في الكوكوط حتى طاب اللحم ديالنا، عاد عملته هذا تيجي شويه محمض، حسن ما كيجي بحال هذاك اللي كيكون يعني معسل. من الافضل ديروه بهذه الطريقه هذه، وبصحه وراحه وشهيه طيبه. وشكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم، ما تنسونيش الاخوات بالاشتراك ديالكم وبالدعم ديالكم. الله يجازيكم بخير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله.